انا وكتبتي عندنا بروتوكول واضح مع اي بهيمه او غنم كتدخل عندنا لاول مره. اول حاجه العزل كنحطوهم في بلاصه بوحدها باش ما تقربش للكواره باش نتفاداو يكون نقل الامراض او فيروسات، وكتبقى خطوه احتياطيه مهمه. ومن بعد كنديروا الباراج، كنحيدوا لهم اي اوساخ او ديك القشره اللي كتكون في الرجلين، ومن بعد كنضربوا لهم المراره على قبل التغيير ديال العلف واطلاميك ضد الطفيليات الداخليه والخارجيه، وكنديروا مضاد حيوي باش نحاربوا اي بكتيريا ممكنه. الغدلي مع الصباح بكري كنحرصوا ما تكونش الغنم واكله، وكنعطيوها الريب باش نزيدوا نقتلوا الطفيليات اللي في الداخل، وكنخليوها بلا ماكله حتى تدوز 3 سوايع باش الا كان فيها شي دود ولا شي حاجه تخرج. عاد من بعد كنعطيوها الماكله. حاجه مهمه، اول وجبه كتكون غير التبن، ومن بعد بساعتين تقريبا كنعطيوهم الماء. في العشيه نفس العمليه، التبن والماء. والغد ليه كذلك، حتى كنبداو معاهم البرنامج ديال العلف بكميات قليله وكنزيدوا شويه بشويه. وما نساوش النقطه الاخيره، كنعطيوهم كذلك الفيتامين الاخضر الغني بعده فيتامينات بكميات متقاربه لمده 7 ايام. هذه العمليه كتعاون الكسيبات تأقلم مزيان مع الوسط الجديد، وكتوفر اي حاجه ناقصه من الفيتامينات باش يمشي كلشي مزيان، وكيبقى كل كساب والطريقه اللي كيعتمدها. وشخصيا هذا البروتوكول انا خدمته من اول مره بديت هذا المشروع، والحمد لله عطاني نتائج مزيانه وحافظ لي على صحه الغنم ديالي.